اهلا بيكم اصدقائي، ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بتكلم شوان مامتها وبتقول لها عامله ايه في الشركه الجديده، بتطمنها شوان على اخبارها وبتقول لها انها بتعمل تصميم لكتب ميه. فمامتها استغربت، فكملت شوان كلامها وقالت لها انه تصميم لشركه اغذيه كبيره جدا. فرحت مامتها جدا وبتقول لها معقوله لقيتي الشغل ده اول ما دخلتي الشركه على طول؟ ياه، دول مقدرين خبرتك جدا. قالت لها قوي قوي يا ماما، اول ما دخلت الشركه حطوني في المنصب المهم ده على طول، ولازم استغل كل خبرتي. وبتكمل كلامها شوين وبتقول لها طمنيني على اخبارك انتي. قالت لها انا بساعد الشركه في تصميم بعض الملابس الخاصه وكمان من الشركات الفخمه جدا. فجأة فتح نان باب شقته وقرر انه يخبط على شوين ويديها العلبة بتاعتها، ولكن بيتردد نان جدا ودخل شقته، ولكن رجع خرج تاني علشان يسيبها قدام الباب من غير ما حد ياخد باله. فجأة شوين سمعت صوت خبط بره، فتحت الباب وقالت له انت بتعمل ايه قدام باب شقتي؟ ارتبك نان جدا وقال لها خدي العلبة دي. فبتقول له ايه ده؟ قال لها دي علبة جاية ليكي وكمان مكتوب عليها اسمك تبقى بتاعتك. بتاخدها شوان منه، بتبص عليها لقيتها مفتوحة، فبتسأله انت ليه فتحتها؟ قال لها ده خدش صغير جدا فتحته بالغلط، بس صدقيني انا معرفش ايه جواه. بيديها نان العلبة وبتحاول شوان انها تبعدها عنها، فبتتفتح العلبة وبيقع منها الملابس بتاعتها. اتكسفت شوان جدا وقالت له انت ازاي جايب الشيء الغريب ده على بيتي؟ انت اكيد مجنون ومش طبيعي. قال لها خلاص يبقى يلا بينا على الشرطة. قالت له طبعا يلا بينا. وفكرت شوان وقالت له ثانية واحدة هغير الشوز بتاعي وهاجي معاك على طول. خرجت شوان فبصلها نان وقال لها يا ريت بقى تجيبي الدليل بتاعك كمان معاكي علشان الشرطة هي اللي تقرر. بصت شوان على اللي في الارض واتكسفت جدا وافتكرت انها مكتوب عليها اسمها، فبصت له وقالت له ولا اقولك انا حاسه اني عاوزه انام وهسيبك تفلت منها النهارده، ويا ريت كمان اننا ما نتقابلش تاني اصلا عشان ما نعملش مشاكل هبله زي دي. اتنرفز نان جدا وقال لها احسن برضه، ودخل ورازع الباب في وشها. دخلت نين تكمل كلامها في التليفون وبتقول لها انها ساكن جنبها واحد مجنون وبعت لها ملابس خاصه، تخيلي يا ماما، وانها متضايقه منه جدا. ردت عليها مامتها وقالت لها شوان انا اللي بعت ليكي الحاجات دي. اتفاجئت شوان وجريت تجيب هدومها من بره، وفي نفس اللحظه قال شوان ونان ان واضح الجيره دي هتبقى مزعجه جدا. بتكمل شوان شغلها وبتبعت التصميم اللي عملته للمدير بتاعها، ولكنه احبطها وقال لها انه مش عاجبني ابدا وكمان انا مش راضي عنه اطلاقا. حست شوان بالاحباط وكلمت نفسها وبتقول انا لما ابقى مديره هقرف كل الموظفين الجديده في عشتي. حست شوان بصوت بره، فكرت حرامي. قامت شوان عشان تشوف مين بره وكانت خايفه، فتحت الباب وخرجت تدور على الحرامي، وفجاه باب شقتها اتقفل وحظها الوحش ان المفتاح جوه. خبطت على نان عشان يساعدها، شافت نان وسرحت في جماله وراحت في دنيا تانية. احرجها نان وقال لها ها خلصتي؟ فاقت شوان وقالت له انا قفلت الباب على نفسي ومحتاجه مساعده منك. رد عليها نان وقال لها امال حبيبك راح فين؟ قالت له انا كنت بهزر على فكره، انا بس هدخل عندك ونط من البلكونه. مسكها نان وقال لها عندك هنا يا ماما ارجعي. قالت له لو سمحت. صعبت عليه شوان وقال لها اتفضلي. دخلت شوان شقته وحاولت تكلمه، قال لها انتي مش لسه قايله عني اني مجنون؟ قالت له خلاص بقى يا عم ما يبقاش خلقك ضيق. رد عليها نان وقال لها انا لو خلقي ضيق ما كنتش دخلتك بيتي اصلا. اعتذرت له شوان وقالت له انا اسفه انا فهمتك غلط. قال لها طب يلا نطي من البلكونه. طلعت شوان على البلكونه وبيحاول يلحقها نان، قال لها استني انا معايا مفتاح. قالت له نعم، يعني انت بقى اللي كنت عايز تسرقني؟ قال لها اسرقك ايه؟ اصبري انا اصلا صاحب الشقه. خرجت شوان بره شقتها وبيديها نان المفتاح الاحتياطي بتاعها وبيقول لها بقولك ايه من هنا ورايح محدش ليه دعوه بحد، ومش عايز اقابلك غير وقت دفع الايجار بس. بتقوله شوان محسسني انك هتوحشني يا ابني. دخلوا الاتنين وقفلوا في وش بعض. بتكلم شوان نفسها وبتقول كل حاجه ماشيه معايا بالعكس، انا معرفش ايه ده. تاني يوم الصبح نزلت شوان شغلها وبتعرض تصميمها لرئيستها في الشغل، فقالت لها ان كله مش هينفع ولازم تحاولي تاني، وبعدين ليه عامله كل ده؟ ايه الفوضى دي؟ زعلت شوان جدا من رد فعلها. حست البنت انها اتصرفت بشده مع شوان وقالت لها حاولي ترسمي الضحك على وشك شويه، وده زي ما هتشوفوا كده الرئيس جين. ومستني من شوان التصميم بتاعه وبيسألها يا ترى خلصتي التصميم؟ قالت له شوان خلصت بس محتاجة من حضرتك شوية نصايح. رد عليها بكل انفعال، قال لها انا محتاجة التصميم في اسرع وقت، ولازم كمان تاكلي من السمك المسلوق بتاعي ده علشان تطلعي تصميم كويس. بتكلم شوان مامتها بنبرة حزن وبتحاول تطمنها على نفسها، ولكن مامتها حست انها محبطة ومتضايقة. قالت لها انها خايفة عليها لانها خبرتها قليلة وخايفة كمان انها تتعرض للتنمر.
ردت عليها شوان بكل حزن كان باين على صوتها، ولكن حاولت تداري ده وقالت لها انا زمايلي هنا في الشركة لطاف جدا، وكمان صاحب البيت راجل كويس جدا، اطمني. قفلت مامتها الخط وبتلف وراها لقت زميلها تشينج، ده زميلها في الشغل، بيقول لها تشينج انه هيحاول يساعدها في رسم تصميم السمك اللي هي تعمله بس بشرط. قالت له نعم. قال لها انا محتاجك في مشوار كده. وافقت شوان وراحت معاه. بيصور تشينج مجموعة صور علشان تكون واجهة الإعلان بتاعته اللي هي واجهة إعلان الشركة، وكمان علشان يوفر تمن الموديل وما يدفعش 200 يوان. قالت له طب بما اني ساعدتك انا محتاجه منك مساعده، عرفني ازاي اتعامل مع الرئيسه ليه. قال لها انها بتعشق الشاي بحليب الفول الصويا، وكمان المحل بتاعه بيقفل الساعه 5 وممكن تقدميه ليها بهدوء، هتحبك جدا. ما كملش تشينج كلامه ولقى شوان بتجري عشان تلحق المحل قبل ما يقفل. وهنا بنشوف موظف في شركه 2 بيلوم انه ازاي بيدوروا على مصمم من بره وهو ماسك قسم التصميم بتاعهم. بيحاول نان يهديه وبيقول له انه محتاج يدور على افكار جديده، وده طبعا هيفيد شركتنا جدا. اخو نان بيحكي له عن موقف الموظف جانج بعد ما خرج وقد ايه كان مستاء جدا. بيقول له نان انا المهم عندي ان اعمل اعلان كويس جدا للذكرى ال5 للشاي بحليب الفول الصويا، ويلا تعالى ورايا عشان نروح محلات البيع بتاعه الشاي بحليب الفول الصويا ونشوف مشاكلهم هناك ايه. بياخد نان اخوه وبيوصلوا، وبعدين بيلاحظ نان ان اخوه مش مهتم، فبيقول له هو انا جايبك هنا يا ابني عشان تشرب بس ولا تشوف شغلك؟ ساب نان اخوه جوه وخرج يشوف الفرع التاني بتاعهم. بيبص بيلاقي شوان في وشه. داخله المحل وفجأة وهي خارجة بالشاي لقت نان في وشها، خبطت فيه وطبعا الشاي وقع منها. بتعيط شوان عشان ضيع اخر امل ليها انها تنول رضا رئيستها ليه في الشغل. زعلت شوان وبتقوله انت لازم تدفع تمن الشاي اللي وقعته ده. قال لها انا مالي، انت اللي متهوره وخبطتي فيا. قالت له اتصرف بقى. بيقول لها نان بطلي زن وهجيب لك واحد غيره. قالت له ده كان اخر واحد. وبتعيط شوان. اتصل نان باخوه قال له هات لي كوبايه شاي بحليب حالا. الرئيسة ليه هنا عايزة تمشي من الشركة، ولكن شركة زميل نان في الشغل بيحاول يعطلها علشان شوان تديها الشاي بحليب الفول الصويا اللي هي بتحبه وترضى عن شوان وتعملها كويس. لحقتها شوان وقدمت لها الشاي وبتشكر تشينج انه قدر يأخرها لحد ما هي تيجي. بيرد عليها تشينج وبيقول لها بس انا بحب اللحمة لازم تعزميني. بتدخل شوان شقتها وبتودع تشينج، ولكنه لاحظ حاجة قبل ما يمشي ان شوان موجود على علامة باب شقتها اكس، وده معناه انه علامة حرامي. خافت شوان جدا وقالت له انه هيجي يسرق مني ايه، انا اصلا فقيرة ومش معايا فلوس. بتلف بتبص على شقة نان فلقوا علامة تانية غريبة. بتسأل تشينج دي علامة ايه؟ قال لها استني هشوف معناها ايه. بيلاقي انها علامة شخص ليس من السهل الالحاق به لأي ضرر. اتضايقت شوان جدا وطلبت من تشينج مساعدة. قال لها طب انتي عاوزة ايه؟ بنشوف نان وهو راجع من شغله لقى كذا رسالة مبعوثة ليه بصورة شوان وهي متكتفة بحديد وبتعيط. قلق نان عليها جدا واتصل بيها قال لها انتي كويسة، انتي فين؟ قالت له مفيش داعي تبلغ الشرطة ولكن الحرامي طالب 400. قال لها 400 مليون؟ قالت له لا 400 يوان. وقفلت. وطبعا شوان بتضحك عليه علشان يدفع لها فلوس الحديد اللي هتأمن بيه بيتها علشان الحرامي ما يعرفش يدخل. بيجري نان عشان يلحق ينقذ شوان من الحرامي. سمع صوت خبط بره في شقة شوان، جري على بيته علشان يجيب حاجة يضرب بيها الحرامي. نط من البلكونة لشقة شوان لقى تشينج في وشه. قفل تشينج الخط من شوان، جريت عشان تلحقه لقته بيتخانق مع نان في الشقة وبيقولوا لبعض سيب وانا سيب. دخلت شوان قال لها تشينج الحقيني. حاولت تلحق تضرب الطرف التاني ولكن للأسف لقيته نان وطبعا رزعته على دماغه. اتكسفت نان جدا واعتذرت له ولكنه رفض وقال لها يا ريت تتفضلوا تخرجوا وكمان وانتوا خارجين ما تنسوش تطفوا النور. راحت توصل كمان تشينج وبتعتذر له عن اللي حصل ليه النهارده بسببها. وفجأة ظهر حرامي وبيجري وراه الناس. طلبوا من شوان وتشينج انهم يمسكوه، حاولوا يلحقوه ويسيطروا عليه بشوية حركات مضحكة جدا، ومع مجموعة ضربات لطيفة قدروا ان هم يمسكوه وسلموه للشرطة. بيشكرهم الضابط وبيقول لهم انه مبسوط منهم جدا. بترجع شوان شقتها لقت نان واقف على الباب. بتسأله انت عامل ايه دلوقتي؟ وكانت محرجة منه جدا. ما ردش عليها وقال لها لو سمحت افتحي باب شقتك انا هدخل هنا. قالت له طب تعالى اوديك المستشفى دلوقتي. قال لها بقولك خلصي افتحي الباب. اعتذرت له وقالت له انا اسفة انت هتعمل ايه؟ راح واخد منها المفتاح بالعافية وفتح الباب ودخل يصلح باب البلكونة. وبتقول له انت مذهل جدا. قال لها انه بيصلحه لها علشان محدش يعرف يدخل لها وكمان هيقفل بلكونته كويس، يعني يا ريت ما تجيش عندي. بتحاول شوان انها تصالحه. قالت له انت جعان؟ ممكن اعمل لك اكل. عملت شوان اكل
وقعد نان ياكل الاكل وعجبه كمان. وفجأة جت رسالة لشوان انها لو ما خلصتش التصميم النهاردة هيطردوها بكرة من الشغل. قالت لنان انا متأسفة جدا لازم تمشي دلوقتي عشان عندي شغل مهم جدا. استغرب نان وقال لها اصبري طب اكمل الاكل. قالت له اقولك خد الحلة معاك وانت ماشي. وفتحت الباب تاني وقالت له بقولك يا ريت ما تنساش ترجع لي الحلة بتاعتي. يا ترى هيعمل ايه نان؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وكومنت. باي باي.